لما تيجي تشتري لمبات ليد لعربيتك، ايه اهم حاجه تبص عليها؟ الوات ولا اليومن؟ هو الاهم طبعا اليومن. انت ممكن تشتري لمبه 100 واط والليومن بتاعها ضعيف جدا، مش هتاخد منها اضاءه وهتحمل بس على نتيجه العربيه. لكن انت ممكن تاخد لمبه 65 واط والليومن بتاعها عادي، هيدي لك اضاءه جميله جدا ومش هيبقى حمل على العربيه. طيب نعرف الموضوع ده ازاي؟ مبدئيا مفيش حاجه اسمها 100,000 ليومن و120,000 واط والارقام الغريبه اللي احنا بنشوفها دي. وهحط لكم صور لعلب مكتوب عليها الكلام دوت عشان بس الناس ما بتصدقش. اول حاجه لازم تعرفها ان اقصى لمبه موجوده هي بتطلع لك لكل واط واحد من 100 ل 105 ليومن. فهي اقصى قدره هتاخدها من لمبه 100 واط هي 10,000 ل 10,500 ليومن، ده لللمبه الواحده. لكن لو احنا جينا اتكلمنا ان في لمبه 85 واط 75 واط 65 واط، برضه هنضرب نفس الرقم دوت. او ممكن في بعض الشركات التانية بيبقى اقل، يعني هو بيتراوح ما بين 80 ل 100 105 بالكتير قوي، مفيش اعلى من كده. طيب ايه الصح وايه اللي المفروض نعمله علشان ما ناذيش العربيه وما ناذيش اللي جاي في المقابل معانا؟ برضه الناس بتتضايق جدا من شده الاضاءه بتاعت اللمبه الليد. اول حاجه عشان ما نأذيش العربيه دايما بتبقى نازله ستوك بلمبات 55 واط لللمبه الواحده. فاحنا اقصى قدره نقدر نركبها وتبقى امان ونبقى مطمنين على العربيه هي 85 واط لغايه 90 واط، او لغايه 100 واط بحد اقصى. اكتر من كده في اللمبه الواحده ده خطر جدا على العربيه ولازم له كتاوت ولازم تعديل في الضفيره. فخلينا دايما نتكلم ان احنا نحاول نبص على اليومن العادي مش الوات العادي. الوات العادي مش هيعمل لي حاجه غير ان هو بيحمل على ضفيره العربيه بس. لكن كل ما كان انا عايز شده اضاءه عاليه، اتاكد ان اليومن بتاع اللمبه نفسها هو اللي عالي. الواط ممكن من حدود ال 85 واط لغايه 90 واط، ده كويس جدا وامان على العربيه. بس العربيات اللي فيها كان باص زي العربيات الاوروبي اللي هي مثلا المرسيدس البي ام دبليو الاوبل الحاجات دي كلها، بيفضل ان احنا ما نزيدش عن 75 واط عشان الكان باص وعشان العربيه ما تعملش معانا ايرور في التابلو. طيب وبالنسبه لتاني نقطه برضه هي نقطه مهمه جدا وتهمنا كلنا، ان احنا ما نزعجش اللي جاي في المقابل باللمبات الليد بتاعتنا او اللي ماشي قدامنا. اول حاجه لازم نتاكد ان ضبط الرجلاج بتاع الفانوس مظبوط، ما هوش عالي قوي عن المستوى الطبيعي علشان ما يزغللش اللي ماشي قدامنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، ما نركبش لمبه ليد الاضاءه بتاعتها متبعتره. دي كده كده مهما حاولت تظبط الرجلاج بتاع الفانوس عمره ما هيظبط معاك، هتلاقي الاضاءه دايما متبعتره في كل الاتجاهات. طيب ايه تاني ممكن يعمل كده؟ لو الباغه بتاعت الفانوس نفسها مصنفره او مسرطنه هتعمل كده، لان السرطنه دي او الشروخات اللي في الباغه دي بتعمل تشتيت للاضاءه في الفانوس. او لو العواكس بتاعتك مش مظبوطه فطبعا الرجلاش مش هيظبط معاك. فكل دي هتبقى اسباب بعيدا عن اللمبه نفسها انها تعمل لك مشكله في الاضاءه. فما نجيش نقول ان اللمبات الليد في العموم مزعجه، لا هي مش مزعجه. هي لازم تتظبط صح، لازم تركب لمبه محترمه علشان ما تزعجش اللي حواليك وتشوف منها اضاءه كويسه. وفي النهايه احنا مستنيينكم في محل هيليو بارك تشرفونا وتيجوا وتشوفوا الاضاءه بنفسكم وتجربوا وتحكم بنفسك، ما تسمعش من حد. مستنيينكم كلكم، شرفونا.